على مسك. الاثنين 15 جوان 2026. عسلامة الناس الكل اللي تتبعوا فينا في حلقة جديدة من سبور ميكس على راديو مسك 106.9. نجموا تتابعونا زاد على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك سونغون، يوتيوب سونغون اوفيسيال، ومنصة الكيك زاد سونغون. باش نرجعوا على أثقل هزيمة في تاريخ تونس في المونديال. باش يكون معنا إسلام المدب مباشرة من المكسيك يكشف المناوشات بين ابن صبري لموشي والجماهير اللي كانت حاضرة غادي. لانسينا احنا سونداج على اليوتيوب متاعنا سونغون اوفيسيال: هل أنت مع إقالة صبري اللموشي قبل مواجهة اليابان، نعم أو لا؟ باش يكون معنا اليوم بلال فضيلي. أهلا بيك بلال. مرحبا سلام، مرحبا بالضيوف. صفوان انت غلطني تقول اسلام. والخمسه اللي ماكلينهم ظهر لي ياثروا زاد على الصباح. شو نقول لك صفوان، والله معناتها حبينا نكونوا موجودين في ظروف اخرى. جينا في ظروف ناقصين كل شيء، ناقصين نوم وناقصين نتيجه ايجابيه كنا نستناو فيها باش تفرحنا وتفرح البلاد على الاقل، وتخرجنا شويه من الواقع المرير تاع الكوره نتاعنا. لقينا رواحنا ماكلين 10 في جمعتين في جمعه ماكلين 10 في جمعه. شو نقول لكم، انا واحد قبل ما يحكي على الكوره وقبل ما يحكي على التكنيك وقبل ما يحكي على كل شيء، احنا كتوانسه ممسوسين الحقيقه. معناها الحقيقه نحكي لك انا اسم تونس وعلم تونس. بلال خلينا نكمل نرحب بالضيوف ومن بعد على خاطر عنا تليفون مزروبين به. اهلا بيك مروان تاج. اهلا صفوان، مرحبا بالخيان وكافه مستمعين راديو مسك. وليد بن محمد مرحبا بيك. مرحبا صفوان، مرحبا بالناس كل وان شاء الله تكون حصه خفيفه نظيفه ان شاء الله. امير العمراني اهلا بيك. صباح الخير صفوان، مرحبا بالخيان. حصه خفيفه، ريزولتار زينه هي، كيفاش بتجي خفيفه؟ فما شيء خفيف تو، كل شيء فرزين الله غالب ان شاء الله. شو معنا ما نقولوا واحد ديسيبسيون كبيره، اثقل هزيمه في تاريخ المنتخب. تحمل كل واحد مسؤوليته تو. باي احنا معنا اسلام المدب من المكسيك. اهلا بيك اسلام. اهلا بيك يا صفوان، تحيه ليك الامير مروان وايضا وليد وكل الحاضرين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على يمس وكذلك على الأونلاين. اسلام، قبل ما نبدا نوصلوا للمناوشات معناها بين ابن صبري اللموشي وما بين الجماهير التونسيه اللي كانت حاضره غادي، البارح معناها ديسيبسيون كبيره. معناها اكثر متشائم في تونس ما كانش يتوقع النتيجه باش تكون ثقيله للدرجه ذيك، اثقل هزيمه في تاريخ تونس في المونديال. ما هو بالعكس، كي تشوف حتى تقريبا التوانسه الكل اللي كانوا حاضرين البارح حتى قبل المقابله كانت برشا تفاؤل انه باش يقدموا اللاعبيه مستوى كبير برشا، وحتى برشا كانوا متفائلين بالفوز. التوانسه والجماهير عملوا اللي عليهم، كان الحضور كبير تقريبا 1000 تونسي كان حاضر في المقابله البارح، رغم بعد المسافه، رغم انه الفواياج والرحله مكلفه شويه للمكسيك، لان التوانسه قاموا بواجبهم فرعوا الخطف قبل المقابله، لكن للاسف النتيجه كانت مخيبه جدا، وكانت كارثيه باتم معنى الكلمه. شنو كان تفسير الاطار الفني الهزيمه الخماسيه؟ الحق تقريبا نفس التبريرات الواهيه اللي كانت من المدرب. ديما احنا الحق كنا حاضرين ضد ميكس، تعرف كيف تختار باش تحضر في المنطقه المختلفه. سلام، فما مشكله في الريزو، كانت تبدل شويه البلاصه. تعرف لا تختار باش تمشي للمنطقه المختلفه التصريحات نتاع الملاعبيه، والا باش تمشي للندوه الصحفيه. حتى المنطقه المختلطه الملاعبيه الكل تقريبا كانوا متاثرين بالهزيمه، في حين المدرب تقريبا نفس الديسكور نتاع اعتذار نتاع اساس، تقريبا ما يفرقش برشا على الكلام اللي سمعناه بعد مقابله بلجيكا. بعد المباراة كان فما مناوشات معناه بين ابن صبري لموشي والجماهير التونسية، كانت واضحة لنا أكثر. هو الحق ابن صبري لموشي كان موجود في الملعب، وبالطبيعة هذا حقه مع عائلته، والدته كذلك شقيقته كذلك أيضا شخص آخر كان موجود. بعد الهدف الأول
فما شكون من الحضور كان توجه له وتوجه للعائلة تقريبا الكل ببعض عبارات الشتم، عبارات نابية مست حتى من العائلة نتاعو، من الشرف حتى نتاع العائلة نتاعو، مست من والدته كذلك. ما ردش الفعل. بالهدف الثاني كيف تجدد نفس الأمور، الثالث كيف تجدد نفس الكلام الزايد والكلام اللي توجه لهم الكل. في الهدف الرابع الحق هو بيده خرج على الموضوع، رد الفعل شوية، وصل الأمر حتى للتشابك بالأيادي مع واحد من المشجعين اللي كانوا موجودين في الملعب لولا تدخل الأمن. أمن الملاعب بطبيعة اللي كانوا في المنطقة هذيك، كانت الأمور لازم تخرج أكثر على السيطرة. حصل حتى اشتباك بيناتهم الزوز. هو شد روحه الحق من الأول، لكن بعد يبدو أن المشجع تمادى أكثر من اللازم في الشتائم ليه ولعائلته اللي كانت موجودة، والوالد نتاعو أيضا اللي كان في منطقة قريبة لهم برشا، معناها كيما في الملاعب الأنجليزية كان كل شيء مسموع تقريبا. هذا اللي خلى الأمور تخرج شوية على السيطرة في المقابلة البارح. معناها حتى هذه هزيناها معنا للمكسيك، ندخلوا العائلة في الكورة. هو الحق باش نعطيه كل حل. احنا قبل انتقدناه برشا، ونتصور اللاموش انتقدنا تواجده مع المنتخب، لكن الحق البارح كان في منطقة معناها في المدرجات. يمكن نجم نقول اللوم شوية حتى على السيد اللي تمادى شوية في الشتائم، فيها جارحة نوعا ما، كلام ما نجموش نعاودوه. هذا شو قصدت انا، هذا شو قصدت. ما ينجم يقبلوا حتى دونك رد الفعل. ماناش نبرروا في رد الفعل حتى وصل الامر التشابك بالايادي بيناتهم الزوز، لكن هذا اللي صار البارح في المقابله. انا هذا شو قصدت ان هزينه معناه ندخلوا العائله في الكوره، مش على ولد صبري لموشي، على احنا في الكوره كي نتغشوا على ملاعب نجبدوا له العائله ذاها في ستاد ديريكت. معناها هزينا الثقافه هذه، هزيناها حتى المكسيك. بالضبط، كلام كان جارح شويه. هو باش نكونوا واضحين حتى حد ما نجم يقبل على روحه، ماناش نبرروا في رد الفعل اللي قام به، لكن هنا نجم نلوموا حتى الصبر اللاموشي بيدو، والا حتى الجامعه التونسيه لكره القدم اللي حطت الطفل معناها، والا حط روحه هو في موضع حرج شويه، باعتبار اللي صار الكل قبل المونديال. الكلام اللي قال على ولده خلى العباد شويه على اعصابها توجيه. اسلام، فما كلام على اجتماع المكتب الجامعي معناه في السويعات القليلة القادمة واتخاذ قرار، فما منه الكلام هذا؟ الحق ما عنديش معلومة كاملة، حاولت نسأل الحق حتى بعض الأعضاء الجماعيين، ما فما حتى شيء واضح حتى التو. كل شيء ممكن في الساعات القادمة. أكيد باش نمدوكم بالأخبار وتلقاهم على الصفحة نتاعنا كيف قاعدين نتابعوا في الموضوع هذا. الحق إن شاء الله نلقاو جديد فيه في القريب العاجل. كيفاش هو تقريبا ساعة متأخرة في المكسيك، 4 نتاع الصباح تقريبا، حتى باش تعمل تليفون ولا باش تسأل صعيبة شوية. الصباح إن شاء الله تكون عنا أكثر تفاصيل. اسلام، نعرفوا ما عادش وقت عليك تو 4 متاع الصباح معناها بتوقيت المكسيك. احنا نقولوا لك شكرا ليك، شكرا على التغطية الكبيرة معناها اللي قمت بها، على الفيديوهات اللي وصلتنا لحظة بلحظة، عايشت الجماهير التونسية البارح كل كواليس المباراة. شكرا ليك اسلام. يعطيك الصحة. شكرا ليك صفوان، تحية ليك والكل سادة الحضور وكذلك سادة المستمعين. الولاد قبل ما ندخلوا ونتعمقوا في التكتيك، قبل لا نغوصوا معناها في المباراة، كلمة عن المباراة. نبدأ معك أمير. بداية مونديال كارثية معناها، من تشكيلة للشوا حتى التشكيلة بيدها ديسبوزيتيف اوكي، ما الشوا نتاع لي جوار اللي لعبوا في التشكيلة بصراحة معناها ديسيبسيون كبيرة للشعب التونسي الكل. ما فهمناش شنو اللي تبدل ما بين الجمعة اللي فاتت معناها تحذيرات اللي قبل زوز مباريات اللي كانوا من النمسا وبلجيكا، بعد لقينا ديسبوزيتيف في ليلة ونهار تبدل، الأسماء زادة تبدلت. لعبنا 2 ماتش معناها فيهم ميتون باهي كونتر النمسا، كنا نجموا نبنيو عليه لكن ما حصلش حتى شيء. ما زلنا تحت تأثير الصدمة تقريبا، معناها الناس الكل نشوفوا في ردة الفعل من تقريبا من الناس الكل في الريزو سوسيو
الناس متغشة على المدرب، الناس متغشة على المكتب الجامعي، الناس متغشة على الملاعبية. بصراحة متوقع معناها هذا الكل في اللخبطة الكبيرة اللي صارت في التحضيرات، وراو هذا كاس عالم، راو كل شيء معناها باش يبان في سيرتيرا، راو ما فماش حاجة باش تتخبى. دونك هذاك اش حضرنا وهذاك اش عنا. بون عنا ما خير، كنا نجموا نتصرفوا ما خير، لكن الحقيقة في كاس عالم معناش الحق راهو باش نلعبوا بسمعة البلاد بالطريقة هذه. الجمعة اللي فاتت كلينا 5 من بلجيكا، كنا ماتش ودي والمدرب خرج واعتذر وقال انا عرفت شنو هو الاغلاط نتاعي وباش نصلح والجاي خير. ومشينا في الميساج بوزيتيف هذاك، ان مع المنتخب الناس ديما تمشي بالعاطفة، خاطر نحبوا البلاد، نقولوا رانا باش نربحوا، الناس ساهرة والناس عمر تريفي باش تتفرج في الماتش. لكن دخلنا المباراة بطريقة خايبة على الاخر، حتى كي حبينا نرجعوا ما كانش عندنا لي زاتو لي مويان باش نرجعوا. دونك زدنا عاقبنا رواحنا وخرجنا بفضيحة ونتيجة تاريخية باش تقعد في تاريخ التوانسة الكل، اللي في كاس عالم ناخذوا 5 في المباراة الأولى مع فريق الحقيقة ماهوش اللي فريق الكبير اللي والله معناها فريق أحسن منا صحيح وعنده لي مويان نتاع ملاعبية كبار، لكن ما كانش الفريق المرعب اللي يستاهل باش يعطينا 5. بلال قبل الماتش انت حاولت باش تكون ايجابي وعطيت خطاب نتاع ايجابيه وقلت لي توا معناها صار معناها ما نجموش نبدلوا، ما نجموش نزيدوا ملاعبين معناها زايد باش نقعدوا نحكيوش بفلان ما مشاش بفلتان ما مشاش. توا مازال عندك نفس الخطاب؟ توا لا مش نفس الخطاب، لانه شوف انا قبل ما نقول لك الكلام هذايا وانا نقعد ديما راني متناسق في افكاري وفي كلامي. قلت لك راهو قبلها هي حكيت على منتخب الاي دي سات وقلت لك راهو وقت اللي تمشي بالاسعاف للكاس افريقيا قلت راكم تبيعوا العباد في الاوهام، ما تخليوش العباد تقيمكم وتعطيكم عدد على احلام، اعطيوا الواقع نتاع كرة القدم التونسية. نفس الكلام اليوم وقت اللي تمشي ماكل 5 انت مع بلجيكا وتعاود نفس الاخطاء وتعاود، احنا قلنا لك داكور دو الليسته اللي هزيتها ما عادش نجموا نغيروها، لكن على الاقل كنت تنجم تكون اكثر كويرونس تنجم تتصرف في المجموعه اللي عندك زاد، مش باش تمشي معناها نعاود نفس اللي صار. وقلت لك واستشهدت لك زاد بالقوله نتاع اينشتاين وقلت لك راهو سي دو لا فولي دو ساتوندر ان ريزولتا ديفيرون اون فيزون لي ميم شوز. ما تنجمش تعمل نفس الحاجات، نفس التفلسيف، نفس الواحد. اليوم قاعد تجرب معناها وتمشي تلعب ب5 التالي وقت اللي انت ما لعبتش في الماتش. انت عملت انت ديجا داخل عامل 4 مقابلات وديه اللي هما يتسموا شويه، لانك انت كمدرب وطني ولا كاطار فني ما تعرفوش المنتخب الوطني، عرفتوه في 4 مقابلات. ما نتصورش انا صوري لا مش كان يتفرج في تونس قبل ولا يتبع فيها ولا يتبع في المنتخب. انت جيت لهذا الواحده، انت عندك غايه معينه والمكتب الجامعي عنده غايه معينه، جيت شنو هي الغايه نتاعو؟ هو الغايه نتاعو هو يلعب كوب دي موند، يلانسي كارير نتاعو بيان سور يلعب كوب دي موند. والغايه نتاع المكتب الجامعي، الغايه نتاع المكتب الجامعي ان ترضي الناس اللي تحب على مدرب اجنبي ومام تاني جبت اترونجي، مدرب تونسي ومام تاني جبت اترونجي. لانه نتذكروا احنا التصريحات تاع العباد اللي قالت كيروش طردناه وكيروش جبنا كذا وجبنا المدرب ونحبوا مدرب تونسي ومدرب مش بالدولار زاد. مو انا اذا تحب مدرب ما يتكلفش برشا ويكون تونسي ويكون درا شنو زاد سباقه جرايه وما تاكلش شعير، هذاك صبري لا مش معناها ما تنجمش انت ما تحبش تجيب مدرب تونسي لانك عندك عقده المدرب التونسي بتاعك. لا هو تونسي، ليه اللي يحب يقول مش تونسي او كتونسي، هما وقت اللي يحب يقول اجنبي او كاجنبي اختار. هذاك اش قلت لك انا وليد، قلت لكم جابوه في استراتيجيه ماهيش ما جابوهوش لانه عنده امكانيات، جابوه لانه نتاع خباثه. هذه الخباثه اش تعطي وقت اللي انت الخباثه والتقييم. انا معناها واحد من الناس معناها سمعت حسين جنيح في 2023 بعد الكوب دافريك والخطاب نتاعو ولا التصريح نتاعو قاعد يدور كيفاش حكى، قال راهو احنا فشلنا وما تنجموش تعاودوا الفشل وما نعرف شنو، وان شاء الله الناس اللي جايين جدد يقيموا ويعملوا استراتيجيه ويبدا عندهم بعد نظر. ما جاتش جماعه جدد، جات جماعه قدم وعاودت نفس اللي كنت عم فيه. اون بو با ساتوندر ان ريزولتا ديفيرون، سي دو لا فولي، سي دو لا فولي، هبل. وانك تستنى نتيجه مغايره وانت تستعمل في نفس المعطيات، تعاود بنفس المعطيات. احنا عودنا كل شيء بنفس المعطيات، ناكلوا 5 نعاودوا بنفس المعطيات، مكتب جامعي يفشل نعاودوا به هو بيته. هذا الكوباراب والكوب دافريك نعاودوهم بنفس المدير الرياضي ونفس المدير كذا. فما واحد منهم قاعد مشرف على الانتدابات تاع فريق معين توا
شكون؟ تعرفني شنو نحكي صفوان. دونك ما يجيش تحكي على خليل شمام، ما يجيش يا ولدي. ما يجيش على خاطر الكلام تاعك ما عندوش براهين. يا ودي انا قلت لك عندي براهين، انا قلت لك انا اعطيتك كلامي، رايي هذا رايي، ما قلتش عندي براهين. مش راي، هذا اتهام يا ولدي. انا هذا رايي، انا راي اتهام. كي نقول لك راهو كذا لازمنا نحاسبوه، لازمنا نعاقبوه. انا حتى لسه ما عطيتكش اسم. انا قلت لك فما مدير رياضي مشرف نتاع منتخب، مشرف على الانتدابات. فما زوز مدير رياضي يا ولدي انت خمم كيما تحب. انا ما عطيتش اسم وتفقدش يولي اتهام وقت اللي نعطي اسم. انا مادامني ما عطيتش اسم ما قلتلكش شكون، ماهوش اتهام. انا نعطي في رايي. دونك واسافوار شنو فما الداخل. احنا ما نعرفوش شنو فما الداخل. شنو اليوم فما الداخل في وسط المنتخب الداخل. لاني اللي ياكل 5 في مباراه ويعاود بعد في نفس الجمعه ياكل 5. راهو الموضوع ماهوش كان رياضي، ماهوش كان فني. فما حاجات قاعده تصير. اسكو المدرب سيقولوا لنا الامبيونس كيفاش الداخل في وسط الجروب هذيك، خاطر الامبيونس باللي باش يكون السويد اقوى منك والبرازيل اقوى منك والارجنتين اقوى منك، لكن وقت اللي تهبط تلعب وتبدا فما لحمه وتبدا فما بوني سبري وتبدا فما بوني تاد سبري، ما تفرجش في الكره هذيك. الكره هذيك واللعب هذاك اللي ريناه البارح ماهوش نتاع فيستير كهو، ماهوش نتاع فيستير كهو. فما امبيونس، فما اون امبيونس ماهيش باهيه. انا ناكد لك، معناها انا نعرف عشت المنتخب وناكد لك فما الروح، فما جرينتا، فما المينيموم. انا مانيش طالب، ما نفهمش انا خويا في التكنيك، لكن نفهم كي نشوف جواري يحب يلعب ولا ما يحبش يلعب. انا حكيت لك قبل على راني خضيره وقلت لك راهو هكا وقلت لك راهو اغزر له في الملعب، اغزر له شو يعمل. كي تجيب لاعب عمره 33 ولا 32 سنه وتجيبه تهبط، وشكون هبط التشكيله؟ اسكو هبطها صبري لاموجي ساعه؟ يا اخي انت كل واحد متنصل من المسؤوليه. صبري لاموشي يقول لك غلطه الملاعبيه، ولا المكتب الجامعي يقول لك غلطه صبري لاموشي، وصبري لاموشي في قرارة نفسه يقول لك مش انا اخترت. انت كي تشوف تصرفاته، انا لا جيستيون نعطيها برشا اهميه. كي تشوف تصرفاته يعطي في ليزانترفيو ويدور السيد معناها ماهوش راهو مصدوم كيف نحنا. راك تشوف العباد تشوف الوجوه في البلاتو. خلينا نمشي الوليد. انا وليد نربط بكلام بيلي. وقت اللي ليكيب ناسيونال الريزولتا مش ماشيه تاخر برشا في التغييرات، وكانه حب يحافظ على النتيجه نتاع 2-1 او 3-1، ما حبش يجازف. قعد معناها تقولش عليه معناه يحسب يخمم في روحه هو، ما ياكلش سكور وفي الاخر كلا سكور. مش يخمم في ليكيب ناسيونال لازمها تجازف هي خساره فماشي معناه ما بالك تعدل. بالله باش نفتح بارونتيز صغير يمكن بتاع 30 ثانيه تفرج في بلاتو. ان شاء الله يسمع فيه المحلل الفني هذا اللي قال الكره راهي مش علم صحيح. الكره عام 70 وعام 80 وشويه في الديبيو تاع التسعينات كانت مش علم صحيح. الكره توا علم صحيح، الكره توا علم صحيح. يعني ناس كي تحضر تلقى، كي ما تحضرش ما تلقاش. لا بروفوني البارح شفنا المنتخب المغربي ميسالش. راهو ذا مهم الكلام هذا خاطر ينطبق علينا نحن. انا حليت الكتاب على المنتخب المغربي 8 لاعبين يا بلال من 18 23 سنه موجودين في المنتخب 8. عندك الأوديسات بعد 4 سنين، بعد 4 سنين باش يخطوا للكوب دي موند الجايه مع المدرب اللي موجود توا. هذا كل مدرب باش ياخذ 4 سنين، كل مدرب كيما الركراكي. توا يحضروا زاد طارق السكتيوي. يعني شوف اليوم كي تنحي مدرب باش تلقى مدرب، باش تنحي لاعب باش تلقى لاعب. اليوم يخموا في حكيمي وناحي والحارس المرمى موجودين، البديل موجود. هذه الاستراتيجيه اللي لازم نخدموا عليها. تجي تقول لي الكره مش علم صحيح. الكره بالنسبه لي انا في الفوتبول المودرن توا علم صحيح. البارح يعني ترى حاجات صدقني ما عرفش. انا تفرجت راهو صحيح تونس وفي القلب ما تفرجت كوم تكنيسيان. البارح راهي فضيحه. يعني شوف باش نحكي عن الانضباط التكتيكي. هي الكره فيها 4 عوامل هكا ولا اللي باش نحكيو عليها تو، اللي هو تكنيك، تكتيك، فيزيك، مونتا. الاربعه ذوما مثالش. انا سوير موجوده الاربعه ذوما لي كاليتي، الاربع كاليتي ذوما موجودين البارح. لا شفت ترافاي في، لا شفت يعني كاليتي فيزيك في الاكسيليراسيون، في الدويل، في البويسونس، في الفورس، مش موجود. كاليتي تكتيك، بلاسمون غلط على طول الخط، خاصه في الثلاثه اللي موجودين في الدفاع. لا ثم كوفرتور. نحن علاش عملنا 3؟ قوه المنتخب السويدي في البروفوندور هكا، ولا عنده ايزاك والاخر نتاع الارسنال اللي هما يخدموا بالبرميتاسيون باش تصير كوفرتور. البارح لا بروفوني الاخر تلب على اخر مدافع، لاتاكون ايزاك
طلب على اخر مدافع، صحيح ولا؟ معناها اول كوره في البروفوندور جابت بونت. صحيح. اثنين، نعرفوا البوان فيبل نتاع 3-4 شنو؟ البوان فيبل نتاع 3-4 اللي هي لي كوتي. اليوم انت المنتخب السويدي لعب 3-4، علاش انا نعمل لك نحي لي جوار دو ونحط الدوز اتاكون اللي هما اصلا دو جوار دو كولوا. معناها انا اديتك باللي كاليتي، اديتك فيزيك حكينا عليه، تكتيك حكينا عليه، باش نحكي وانيس بن سليمان وسط ميدان اكثر من اللي جناح صحيح في فريقه، معناه وسط ميدان يلعب. باش نمشي للكاليتي تكنيك. ما هو نحن في التحليل تعلمنا الكوره في التحليل، حتى كي عملت في التحليل تحلل الكاليتي هذو، ما نحللش كوم محب ولا كوم ما نعرفش انا كوم تكنيسيان، لازم نحلل التكنيك. في الكاليتي تكنيك يعني تشوف البارح ثماش ميتريس تكنيك جمل، لا ثم اكزيكيسيون في الكنترول والباس، لا ثم سكان قبل ما تجيك الكوره، لا ثم كوره وقت يلزمها يسلتوش، اوكي نلعبوها 2-3 توش، لا بروفوني كل شيء بالدليل. لا بروفوني البونتو تاع السخيري اللي خذاها وحب يدور فكها له، هذيك علاش خاطر ما عملش سكان. لا عمل، هو غلط في الجيست. باش نقول لك حاجه، عاود تفرج فيها، لو كان انت سكانيت ثم منافس قدامك ومنافس جاي وراك. اي صحيح. يعني لو كان انت سكانيش كش باهي تقول لي الجيست علاش ما لعبش توش واحد؟ مروان انت كنت لاتيرال جوش وامير يعني من احسن اللاعبين نعتبرهم انا قدام. يعني انت كي تبدا محصور بان جوور وجات الكوره باش تلعب توش واحده ولا فوالا. يعني شوف باش نحكي لك كمل كاليتي تكنيك. اليوم كي تشوف البيفو نتاع المنتخب المغربي مروان في 18 سنه بداوي، والسخيري قداش عمره؟ عدي سخيري عمره بوعدي الاخر بوعدي السخيري 30 سنه، الخضيره 33 شبيناتهم عمر، يعني عمر تاع كوره كامله، صح ولا مو صح؟ اليوم خويا لي كاليتي دو جوور هي اللي باش تعطي الفارق. نمشي كاليتي مونتال، اعطيني جوور دخل في اللونتام دو ماتش مركز، ما يسالش خليني بالك شي انا يعني ما تفرجتش في الماتش. نحكي راهو شوف، ما نحكيش على اليوم يقول لك كي تطيح البقره تكثر سكاكينها، لكن نحن باش نقيموا وقاعد نقيم تكنيك لان باش ندخل البقره ما وقفتش راهي وليد باش تطيح. وقتاش وقفت؟ انت تحكي على حاجه كي تطيح معناها لا نحكي على ماتش البارح. لا المثل هذا يستعملوه على حاجه كانت مع منتخب كان قوي برشا واليوم صارت له عثره. رانا نحكيو على كلام بلال صحيح. كوباراب راك خارج من الطول، راك قدام سوريا. هو اللي قلت وانا والكوب دافريك خارج مع مالي. انا اللي قلت وانا ذا ستا فاسون دو بارلي، معناها كلمه تتقال مانيش نقصد معناها قبل ولا تو ولا من بعد. باش نحكي لك كاليتي مونتال الرابعه، يعني اعطيني انت جوور يعني حاضر مونتالمون من مش من الجارديان، نحكي حتى من لونترونور. اليوم لونترونور وقت اللي انت تخرج لاتيرال دروا وتدخل بيفو كوم اكسونتري ومن بعد تنحي لي زاتاكون في ديبي دو ماتش في الديبار تنقدموا خلينا تو مروان. الحصيله نتاع صبري اللاموشي في الخمسه مباريات، تونس قابل 11 هدف ومسجله 2 أهداف. ما زلت انت تشوف اللي صبري اللاموشي معناه جاي لهنا على بروجي باش يكون جيل يقعد ينافس لسنوات، او لا تشوف البوادر ماهيش موجوده، البوادر نتاع تكوين جيل ماهيش موجوده؟ ادي شوف صفوان، نحن سمعنا الديكلاراسيون نتاع المدرب وقال راهو جينا في بول صعيبه. نحن صحيح اليوم كتوانسه ما تشرفناش الهزيمه ذي ب5 أهداف خاطر مانيش مستانسين بها. نحن مستانسين بك اللعب الرجولي معناتها روحك القتاليه، عندنا حب الانتصار غيورين على المريول. هذا كل ما صارش وليد لابروف حكى لك اليوم. انت اليوم كي تقبل 5 أهداف دونك ماكش حاضر لا ذهنيا لا بدنيا، حتى ما ريناش حتى رياكسيون من الملعبيه. اوكي ريزولتا كبيره برشا، مي اليوم خلينا نحكي واقع زاد. البول اللي جات فيها تونس صعيبه برشا. احنا اليوم خاطر نقولوا رانا طامعين في السويد. اوكي السويد داك شفت عندها نجوم معناتها زوز ملاعبيه يعملوا لك معناتها فارق في اي فريق معناتها كالكو سوا. تقول لي اوكي الفورماسيون اللي هبطت كنا متخوفين اكثر، والكره قلتها ومن قبل وحكيتها، راهي الكره حتى تاريخيا ما علمتناش الخوف، ما علمتناش حاجه تكون مستحيله. اذا خوف تشد دارك ما فماش كلام، فاهم خويا الغالي؟ دونك رانا ما جبنا اللاموشي على حسب الامكانيات نتاعنا، نحكي عن الامكانيات الماديه.
ومرينا بالليكيب ناسيونال ولينا ملعبيه اللي جات فوق 33 سنه، اللي عدى في الليكيب ناسيونال 10 سنين. اليوم نحكيو على جيل جديد، رانا نعرف باش نحكيو اليوم كما قال لك البقره ولا مش بقره، معناتها ما نحبوش ندخلوا في الحكايات هذيا، فما واقع فما حقيقه لازمنا نمنوا. رانا اللي نعملوا فيه الشيء هذا سيرو طار، رانا نحن اليوم مش مستوعبين برشا. اليوم راهو يا وليد راهو ما نكذبوش على بعضنا. اليوم عندك من احسن الموجودين، تقول لي اوكي خاطر كل واحد باش يجي من شيرته وفلان ما مشاش، زعلوني ما مشاش، اوكي نجم نغلط في شوا اثنين كيما المدربين الكل، راهو شوا نتاع 26 جوار ولا قداش، راهو ينجم يغلط في واحد اثنين اوكي، والجمهور ما يتقبلهاش، وعشناهم لي موضوع مع المدربين التوانسه مش جديد علينا الشيء. انت لا بروف تحبوا نحكيو بصراحه، انت القلوب كي تبدا ما هيش باهيه في بعضنا راهي الريزلتا ما تمشيش. كي نسمع انا عديو بريود كامله على الشامخ والاهداف اللي قبلهم ماتش بلجيك، بين مرار تحبوا يهبط الماتش هذا 8 في الدزويت وغارديان شاطه من 30 مركز. اوكي تحمل مسؤوليته معاك. لا نحكي لك مالك تحب تدخل كره. لا نحكي لك انا اليوم نحكيو على القلوب اللي في بعضنا، نحن مازلنا كيفات الريزلتا وتاف شامخ هذاك خديره فلان اوكي معاك، خلي العباد تفرغ قلوب. بهذا مش باين ما نجموش نتحسنوا يا وليد. رانا ماشيين نلعبوا مع البول فيها السويد وفيها اليابان وفيها هولندا، شنو تحب تتصور اكثر من هيك؟ اما حاجه بركه ما قلنا لهمش عملوا المستحيل، مي حاجه بركه كالمريولو وكالدرابو باش اموا الكلاي صحيح خاطر ما فماش رياكسيون. مانيش فاهمينك شنو تحكي، تمشي تحكي تقول المريول تتاكي الملعبيه ومن بعد تتاكي العباد اللي كاتاكيو في الملعبيه. ركز مروان، اسكو انت الملعبيه عملوا دورهم احكي ابدا بالواحد كان كتاب باش تنتقد الملعبيه انتقد الملعبيه، كان باش تنتقد الناس اللي تنتقد في الملعبيه بعد ما تدخلهمش بعضهم. مره تقول شبيهم يجبدوا في خضيره وبعد تقول على الاقل بلو المريول. راه كونتراديكسيون هذا. معناتها انا نحكي اون جينيرال، نحكي دقيقه ما خاطر انت دقيقه شو تحبني نفسرك انا مع بعض. فسرني نحب نسمع. من بعد نعملوا قهوه زيد نفسرك زيد نفسرك. مروان ما تتشنجش مش تتشنج بيلي انا كي جبت على خذيره. انت قلت خذيره تو قلت مش لازم تجبدوا خذيره وتشدوا في خذيره وداكوردو عندكم الحق فرغوا وبعد قلت ما على الاقل نبلوا المريول. مع شكون انت قاعد كلامك اتجاه لشكون؟ قاعد تحكي مع الملاعبيه المنتخب ولا مع الجمهور؟ هكذا انا ما قسيتش عليك قبيله خليتك تحكي. هبش نفهمك نعرف اليوم جينا في وقت الخساره اللي توجع ونبداو الناس الكل على اعصابنا، وهذا اللي موش باين. مازالت كوب دي موند معناتها مازلنا موجودين طونك تونس موجوده. رانا وديما نعاود رانا ما نمشيوش نشاركوا للمشاركه فقط. انا نحكي اليوم اوكي لازمني نكوفري على الملاعبيه، مي الاداء اللي قدموه ماهوش باهي معناتها. نحكي بلغه اخرى مش وقته، فما تقييم فما بعد كوب دي موند هذا اوكي. انا كتونسي انا بيدي حاسس، انا حتى صفي قلت ماذا بيا ما نجيش خاطر ساعات نجم نغلط في كلمه وانا يعرفوني معناتها راني ندخل عادي جدا في الملاعبيه مسؤولين اللي تحب انت معناتها ما عندي حتى مشكله ولا حتى حد لا يوكل فيا لا يشرب يبي باش يبدا في بالك معناتها لا حاجتي لا بمكتب جامعي لا ملعبيه. انا حاجتي على تونس، انا بطبيعتي مرضت ناسر وقلت له فك عليا ما نجيش ما هو من البارح معناتها. دونك اليوم لا حاجتي لا بخذيره اوكي. اليوم رانا ما كناش باهيين وما عملناش اللي فوري مستنسين بكر الرجوليه واللي جرينتا وكذا. قلت لك نعرف اليوم الريزلتا اش خلينا في بعضنا باش نقعدوا نجبدوا في الاسامي ماهوش وقته. ومعاك يا اخي انا ماكل خمسه باش حامي على خذيره ولا شكون تيشيم لي فيه ربي معاه انا. دونك اليوم نحكيو على الوضعيه نتاعنا، رانا ما نجموش زاد نطلبوا منهم اكثر من هك خاطر جينيراسيون جديده جروب جديد. هذا اللي تعمل احنا قعدنا شادين في 10 سنين من الملعبيه يفهم عباد عمل بالله يا بلال راني فما حاجات نحب نقولهم ونقول خلي تو الامر يستراح. عندنا دو ماتش بعد فما تقييم من بعد نجبد لك خذيره شنو باش نقول عليه ونجبد لك. لا هو صحيح ايش تعرف علاش؟ لا ما نجمش نجبد. شوف ثم ديزانديس في الكوره. دونك اليوم ثم ديزانديس وثم المؤشرات الايجابيه والسلبيه. اليوم انا ما نحبش نقول اللي ليكيب ناسيونال ما عندها وش يا وليد خاطر جربنا واسمعني ما غير احباط قدام كاس العالم قداش عندنا ما فرحناش 48 سنه معناتها. اليوم نحن تجي تاخذهم لاعبين بالملاعب انت تحكي على المغرب اوكي 23 سنه و22 سنه. اليوم فما وجوه جديده هذا اللي باش نبني حتى المدرب كي حكيت رانا اليوم 8 جدد في المغرب معناتها يا وليد ما نجموش نطلبوا منهم اكثر من هكا. 8 جدد في المغرب نطلبوا منهم اكثر من هكا مع السويد وهولندا واليابان. يا ودي نطلب منه نحب نتفرج في الكوره مع انا نحب نتفرج في واحد فوق ما نجمش نطلب فوق نشتري كيف اول مره تلعب مع بعض. انا فاهمك ثم دو ماتش لازمك انت تقعد تكون بوزيتيف لكن شو سا سوفوا اللي وليد راهو اسمع بريسك اشتري ليكيب راهو مره تلعب مع بعض
شوف شوف باش تزيدوا من بريسيون. تعرف علاش؟ انت توا باش تزيد ريت انا ضد الخطاب ونقولوا انت تكروا تو كيما قلت المكتب الجامعي جاب صبري لموشي ما عاد جاب صبري لموشي باش نترشحوا في البور كيما هكا. ما قلتش فما فرق ما بين الترشح. احنا نحكيو على الاداء. انا حسيتك انا معاك فيها. انا ديما نقول ما فماش نخسر بشرف. راني انا بطبيعتي ما نمنش ياسر بنخسر بشرف. نحب نخسر يا تربح الكره. فماش نخسر بشرف. لكن فما احترام للمريوط. احترام. انت قلت ما نجموش يعملوا اكثر من نطلبوا منهم اكثر من هكا. ما نجموش نطلبوا منهم اقل من هكا. انا قلت بلال نسالك سؤال. ما فماش اقل من هكا مستوى. هذه حاجه مهمه برشا. تونس في كوب دو موند خسرت كونتر بلجيك 5-2 ولا صحيح ولا؟ ومن بعد لعبت شكون؟ بنما ربحت يعني ما اثرتش فينا الخمسه. يعني ذي كلمه ذي وانجلترا ربحتنا بالسيف. يعني لولا فقط الوقت نتاع الجزء الاولاني فقط خنفكروا بالسونداج. احنا لانسينا سونداج. هل انت مع اقاله صبري لموشي قبل مواجهه اليابان؟ شاركوا 647 شخص. 83% يقولوا نعم، 17% يقولوا لا. احنا نفكروكم اللي سبور ميكس سبيسيال مونديال بمساهمه كارفور 17 عام سبونسور ليكيب ناسيونال. فما تلفزة هايسانس 43 بوس للربح كل يوم. جوز تمشيوا للصفحة كارفور تونيزي تجاوبوا على السؤال وتدخلوا للقرعة. كيف سبور ميكس سبيسيال مونديال بمساهمة ليلا كوسميتيك. احنا نخرجوا اول فاصل ونرجعوا.